اللي بيمسك بإيدك وانت تايه وضايع شيله بعيونك لما توصل. هاي العبارة ضلك اقرأها مرة ومرتين وخمسة وعشرة، وضلك عيد فيها لحتى تحفظها كتير منيح. الناس اللي اليوم بتوقف معك بوقت ضيقتك وبالوقت اللي انت فعليا بتكون فيه ضايع وما بدك اي اشي غير انه حدا يحتويك، وتلاقي هاي الناس واقفة معك وما بدهم منك اي اشي غير انك تكون واقف على رجليك بحياتك. لا تنساهم، لانه هدول هم الناس اللي فعليا راح يتقبلوك، راح يحاولوا يعملوا اي اشي كرمال يكونوا معك، وراح يتقبلوك بمرك قبل حلوك. هدول هم ناسك، هدول هم طينتك، حتى لو قسيوا عليك بقراراتهم، بس كن متأكد انه ما حدا راح يحبك بقدر حبهم إلك. في مقولة كانت تحكي لي اياها امي الله يحفظها، تحكي اتبع مبكيك ولا تتبع مضحكك. فبكرة لما توصل دير بالك تكون قليل أصل، دير بالك تكون قليل أصل وتنسى الناس اللي وقفت معك بمرارك، بضعفك، بوهنك، وانت حزين وانت مكسور، لأنه بكل بساطة ربنا راح يخليك تنسى حالك. ما في أحلى من أنه الإنسان يكون فيه بحواليه ناس هم خلانه، هم أقرب إله من حبل الوريد، هم كل إشي. الجنة من غير ناس ما بتنداس، وحياتك ما إلها قيمة لو كنت تمتلك مال قارون إذا ما كان في ناس بتشاركك لحظاتك الحلوة، وهم نفسهم سندك بلحظات ضعفك ووهنك. عمرها الحياة ما كانت تقاس بقوة الإنسان، بجبروته أو قوته البدنية أو حتى المالية أو السلطوية، إذا ما كان في ناس معاه تتحمله بكل ما فيه. إحنا اليوم اللي بيخلينا ننجح بحياتنا هي الناس اللي بتحبنا وبتكون داعمة إلنا، وبتكون هي موجودة في ظهرنا وسند إلنا. فحافظ على هاي الناس مهما غيرت فيك الدنيا، مهما اتطورت وكبرت وعليت. اوعك بيوم من الأيام